السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هو أنا كده عايزة أسأل سؤال كده خفيف وسريع. هو إحنا ليه بندرس جغرافيا؟ هو أنا هنسى مكان بيتي يعني يا جدع، ولا هروح مثلا جزر المالديف مثلا يعني؟ يا أهلا وسهلا باللي منورين الشاشة. عاملين إيه يا أحلى ناس؟ النهاردة جاي أتكلم في موضوع كده هيجنننا أنا شخصيا، وكتير قوي بيجي في بالي. يمكن أنت نفسك سألته مليون مرة. هو أنا ليه أدرس جغرافيا؟ يعني أنا ممكن مثلا أنسى مكان بيتي يا جدع؟ طب ليه أذاكر الأقاليم المناخية؟ هو أنا هاروح يعني السافانا مثلا يعني، ولا هاروح جزر المالديف يعني؟ لا سمح الله يا جدعان ارحمونا. سؤال في محله وسؤال حلو جدا. وكتير بنحس إن الجغرافيا دي عاملة زي الخرابيش على الورق، ملهاش أي لازمة في حياتنا. بس صدقني، بعد الفيديو ده هتغير نظرتك للجغرافيا 180 درجة، وهتكتشف إن الجغرافيا دي مش مجرد خرايط وعواصم. دي بوصلة حياتك، ودي أسهل طريق لجزيرة المالديف. يا متعلم يا بتاع الجغرافيا، تعالى يلا بنذاكرها وبنتعب فيها. بص يا سيدي، أغلبنا بيشوف الجغرافيا دي حفظ عواصم وتضاريس وأنهار، يعني شوية معلومات كده بنذاكرها ونرميها في صندوق الزبالة بعد الامتحان. طب تعال نشوف الموضوع ده من زاوية تانية خالص. بيتك ده مش مجرد عنوان. طب انت ليه بتدرس جغرافيا؟ بتفهم إن المكان اللي أنت عايش فيه ده مش مجرد شوية طوب وأسفلت. بتفهم ليه المنطقة دي زحمة، ليه المنطقة دي فيها خضرة، ليه الأسعار العقارات هنا غالية وهنا رخيصة. الجغرافيا بقى بتديك عيون جديدة تشوف بيها بيتك وشارعك وحياتك. بتفهم إزاي التخطيط العمراني ده بيأثر في حياتنا اليومية، وإزاي المنطقة اللي أنت فيها مربوطة بباقي العالم. الأحداث اللي بتحصل حوالينا دي مش صدفة. لما مثلا بتسمع عن سيول في أسوان أو زلازل في تركيا أو حتى تلوث جو في القاهرة، هل بتفكر ليه الحاجات دي بتحصل هنا بالذات؟ تعال بقى أقولك، الجغرافيا دي بتشرح لك ليه الحاجات دي بتحصل، وانت بتفهم العلاقة بين الظواهر الطبيعية والأنشطة البشرية. بتعرف ان موقع مصر الجغرافي ده نعمة، وازاي قناة السويس دي خلتنا مركز العالم. الجغرافيا دي بتخليك محلل الأحداث مش مجرد مستمع. جزر المالديف على فكرة مش حلم بعيد يا سيدي. افرض ربنا كرمك وناوي تسافر مثلا جزر المالديف، يا رب مفيش حاجة بعيدة على ربنا، خلي بالك، أو أي مكان تاني. هل هتروح كده من غير ما تعرف أي حاجة على البلد دي؟ الجغرافيا بقى بتعلمك عن المناخ، عن الثقافة، عن طبيعة المكان، وعن الناس اللي عايشة فيه. بتساعدك تخطط لرحلتك صح، وتعرف ايه الأماكن اللي تستاهل الزيارة. يعني الجغرافيا دي بالملخص السريع كده المرشد السياحي المجاني اللي بيوصلك لأي حتة في الدنيا وانت فاهم كل تفصيلة فيه، ومش بتتصدم بأي حاجة هناك. يبقى الجغرافيا دي مش مجرد وصف الأماكن، دي مفتاح فهم للعالم كله، من أول شقتك لغاية كوكب المريخ. افهم الدنيا ماشية ازاي بجد، مش بس السطح ده، الحقيقة الخفية بتاعة الأرض. تخيل كده إن أنت معاك خريطة كنوز، يا رب وعدنا بقى يا رب، بس أنت مش عارف تقراها. هل هتعرف توصل للكنز ده؟ لا طبعا مستحيل. الجغرافيا بقى يا سيدي هي اللي بتعلمك تقرا الخريطة دي ازاي، وتحلل الكون اللي احنا عايشين فيه، وتعرف ازاي توصل للطريق ده. الموارد الطبيعية اللي احنا بنستخدمها زي البلاستيكات والحديد والنحاس، بتفهم منين بتيجي. مثلا زي البترول، فين المية؟ طب ليه الأماكن دي فيها زراعة وأماكن تانية صحراء؟ طب ليه ما ينفعش نزرع هنا ونبني هنا؟ الجغرافيا بقى بتشرح لك توزيع الموارد الطبيعية في العالم، وإزاي ده بيأثر على حياة الشعوب وعلى الاقتصاد. بتعرف ليه كل الدولة غنية بده وليه دولة تانية فقيرة. تعالى بقى ندخل على حتة الناس بتحبها، اللي هي الاقتصاد والتجارة. لما بتدرس جغرافيا بتفهم ليه بعض الدول بتتصدر صناعات معينة، وليه طريقة التجارة ده مهم، ليه سعر البترول ممكن يزيد بسبب مشكلة مثلا في مكان معين. الجغرافيا بقى بتوضح لك العلاقة بين الموقع الجغرافي والنشاط الاقتصادي. بتعرف ازاي المواني والممرات المائية والقرب من مصادر الطاقة ده بيؤثر على قوة الدولة واقتصادها. يعني الجغرافيا دي بالملخص كده ده محلل اقتصادي، بيفهمك اللعبة ماشية ازاي. السياسة والعلاقات الدولية ليها في كل مشكلة مشاكل حدودية بين الدول. ليه دول معينة بتحاول تسيطر على مناطق تانية؟ الجغرافيا بقى بتديك مفتاح لفهم الخريطة السياسية للعالم والصراعات اللي بتحصل. بتعرف ازاي الموقع الجغرافي لدولة معينة بيأثر على قوتها وضعفها، وازاي بيأثر على علاقاتها كمان بالدول التانية. يعني الجغرافيا دي المستشار السياسي الخاص بتاعك.
وكمان التغيرات المناخية، كلنا بنسمع عن التغيرات المناخية والاحتباس الحراري اللي زهقنا في عيشتنا. طب ايه السبب؟ وازاي ده بيأثر علينا واحنا قاعدين في البيت؟ الجغرافيا دي بتشرح لك الأنظمة المناخية وتأثير الأنشطة البشرية على البيئة. إنسان ده مخرب، خلي بالك. بتخليك تفهم إن إحنا مش عايشين لوحدنا، وكل اللي بنعمله ده بيأثر على الكوكب كله. يعني الجغرافيا دي بالأخص رادار الكوكب اللي بيوريك المخاطر اللي جاية. دماغك بقى هتفتح أطلس من التحليل والذكاء، لغة يعني لفهم البشر ومشاكلهم. دراسة الجغرافيا مش بس عشان تحفظ أسماء الدول وخطوط طول وعرض، دي بتعمل دماغك عملية تحديث كأنك بنتن. زي مثلا أحداث سوفت وير بتخليك محلل بجد مش ساذج. الجغرافيا دي بتعلمك إزاي ما تربطش الأحداث بالصدفة، وبتعلمك ازاي تدور على الاسباب الجغرافيه والاقتصاديه والبيئيه وراء اي مشكله بتحصل. ليه في فقر مثلا في بلد معين؟ ليه في نزاعات على الموارد؟ الجغرافيا بقى بتديك ادوات تحليل المشاكل العلميه والعالميه. وعلى فكره دي مفكر نقدي فاهم جدا، بيعمل لك وبيعلمك ازاي تسال ليه الناس بتهاجر من المكان ده وبتروح للمكان ده، ازاي نقدر نطور المنطقه دي. بتخليك ما تقبلش الاوضاع على انها امر واقع، وتفكر في حلول مبتكرة للمشاكل اللي بتواجه مجتمعك والعالم. وكمان بتقوي مهارة ربط المعلومات. الجغرافيا دي بتوريك ازاي كل حاجة دي مرتبطة ببعضها، ومرتبطة بالمناخ والزراعة والاقتصاد بالسياسة. بتتعلم ان الكون ده كله شبكة واحدة، مفيش حاجة بتحصل منعزلة عن بقية الحاجات. دي مهارة بتساعدك تفهم تعقيدات الحياة اللي احنا عايشين فيها. وكمان بتزود قدرتك على اتخاذ القرار لما بتفهم العلاقة بين الظواهر الجغرافية والاجتماعية والاقتصادية. وده بيخليك تاخد قرار أفضل في حياتك، سواء اختيار مكان سكنك، أو حتى هتستثمر، أو حتى بتدعم قضية معينة. قرارات مبنية على فهم مش مجرد تخمين. بتفتح مداركك وبتخليك ابن عم الناس، وبتخليك عالمي، وبتخليك عارف كل الناس وعارف الثقافات، سواء مختلفة، سواء بيئات بقى متنوعة. وده بيخليك متسامح أكتر ومتقبل للناس اللي مختلفة عنك. بتخليك مواطن بقى عالمي، ابن عم كل الناس، بجد فاهم الدنيا اللي حواليه. وبتديك كمان فرص ومستقبل برعاية الكرة الأرضية اللي هي مفتاح التخطيط والنجاح. البعض فاكر اللي بيدرس جغرافيا ده آخره يشتغل مدرس جغرافيا، مع احترامي الكامل طبعا لكل مدرسين جغرافيا. لا يا سيدي، ده تفكير أيام جدي خالص. الجغرافيا دي بتفتح لك أبواب كتير في مجالات مختلفة ممكن ما تكونش تتخيلها. التخطيط العمراني والمجتمعات الجديدة لو عايز تشتغل فيها، أو تصمم مدن جديدة، أو حتى تطور مناطق سكنية جديدة، أو حتى إدارة الموارد المائية. الجغرافيا دي بقى هي أساس المجال ده كله. اسمع مني وما ترجعش ورايا. التحليل البيئي والاستدامة، لو مهتم بمشاكل التلوث والتغيرات المناخية، أو إزاي نحافظ على مواردنا الجغرافية اللي هي بوابتك للمجال ده اللي مطلوب عالميا. وإدارة المخاطر والكوارث، فهم الجغرافيا ده بيساعدك تتوقع الكوارث الطبيعية زي الزلازل والسيول، وتعرف إزاي تدير الأزمة دي وتقلل الخسائر. نظم المعلومات الجغرافيا GIS ده مجال تكنولوجي عملاق ومطلوب جدا، بيستخدم الخرائط والبيانات الجغرافية في كل حاجة، من تحديد أماكن المحلات التجارية لغاية تخطيط شبكات الاتصال وتتبع الأوبئة. تعالى بقى السياحة بكل فروعها، مش بس مرشد سياحي، ده انت ممكن تكون مخطط رحلات أو مطور منطقة سياحية، أو بتحل الاتجاهات السياسية العالمية. التسويق وتحديد المواقع، الشركات الكبيرة بتستخدم الجغرافيا علشان تعرف فين تحط فروعها الجديدة وفين العميل بتاعها موجود. تعال بقى على البحث العلمي والتنمية. أي باحث بيشتغل في البحث العلمي والتنمية المستدامة أو تحليل المشاكل المجتمعات لازم يكون عنده فهم جغرافي عميق. يعني أنت لو بتدرس جغرافيا صح، مش مجرد بتحفظ معلومات أو بتدي لنفسك ميزة تنافسية رهيبة في سوق العمل، بتكون مطلوب في وظائف محتاجة تفكير عميق، تحليل مكاني وحكمة. بتكون قائد قادر يفهم، انت بتدي لنفسك ميزة رهيبة انت مش حاسس بيها. انت بتخلي نفسك قائد قادر يفهم العالم ويأثر فيه. تعال بقى ندخل على ختام الحكاية. الجغرافيا دي مش شغل عيال، دي خريطة النجاح في حياتك. من الآخر كده يا صاحبي، خلينا نبص لدراسة الجغرافيا على إنها مش كابوس في المدرسة أو مادة بنحفظها عشان الامتحان ونجيب فيها يعني كام درجة. لأ، دي استثمار حقيقي فيك أنت، في عقلك، في مستقبلك، في كل حاجة في حياتك. الجغرافيا دي مش هتخليك تنسى مكان بيتك، بالعكس دي هتخليك تفهم ليه بيتك هنا بالذات، وليه المنطقة دي ليها مستقبل معين.
هي دي بقى اللي هتخلّيك تفهم بلدك، هتخلّيك تفهم العالم كلّه، وتفهم العلاقة المُعقّدة بين الإنسان والبيئة اللي عايش فيها. فكّر في الأمر لو أنت بتعرف أسماء عواصم فدي خطوة أولى ممتازة جدًا، بس لو درست جغرافيا بجد وعرفت تحلّل وتستفيد منها، ساعتها بقى أنت بتمتلك مفتاح سحري، والبوصلة اللي على طول بتوديك لأي مكان صح، والخريطة الشاملة اللي هتوصّلك لأي حتّة أنت عايزها في عالم المعرفة والنجاح. دي مش مجرّد دراسة، دي فلسفة حياة كاملة بتخلّيك أقوى وأذكى وأكتر نجاح في حاجة أنت بتعملها، ويمكن توصّلك بقى لجزر المالديف ساعتها، وساعتها بقى ما تنساناش. إيه رأيكم في كلامي ده؟ هل كلامي ده غيّر فكرتك عن الجغرافيا؟ يا ريت تشاركونا برأيكم في الكومنتات، وما تنسوش اللايك والسبسكرايب علشان خاطر لسه هنعمل حلقات تانية عن المواد الباقية، وليه بتدرسها، وإيه الفهم العميق ليها. ما تنساش طبعًا اللايك والسبسكرايب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.